رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني جدا وبعتذر عن التأخير. النهاردة معانا قصة محمد. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. أنا محمد، متجوز من 10 سنين، عندي 35 سنة. الجواز كان جواز صالونات، ما كانش جواز عن حب. ومراتي متوسطة الجمال، مش أمورة قوي، وربنا رزقني بولد وبنت والحمد لله متربين كويس. وزوجتي مش مقصرة في حاجة خالص، هي مربيهم كويس جدا وبتعمل لي كل حاجة أنا عاوزها، ولكن هي مش جميلة وما كنتش بحبها. وكل أمورنا كانت ماشية تمام لغاية ما جت بنت جديدة معانا في الشغل. كانت بنت جميلة جدا وشيك جدا، وكانت مختلفة عن كل البنات اللي في الشغل، وكانت عندها 25 سنة. وانا كنت معجب بيها جدا. ولحسن حظي المدير طلب مني ان انا بنفسي اللي ادربها وأعلمها الشغل ماشي ازاي كله من اوله لاخره. وانا كنت معجب بيها جدا زي ما قلت لكم، وحسيت بمشاعر غريبة جوايا. مع الوقت حبيتها قوي، بس انا قلت انا هحافظ على المشاعر دي ومش هعرفها لاي حد، ولا حتى هي، ولا هبوح بيها في يوم من الايام. وانا فضلت قايم بواجباتي في البيت زي ما انا مع زوجتي واولادي، وما حسستش اي حد، لحد ما يوم جاء اخويا الشغل كان عايز ياخد مني حاجة وشافها واعجب بيها جدا. واول ما روحت قعد يسألني عليها، ساكنة فين واسمها ايه وعندها كام سنة وبقالها قد ايه في الشغل، وقعد يسأل اسئلة كتير قوي ما بتخلصش. وانا كنت متضايق جدا بس ما كنتش قادر اوضح له. وانا اخويا الصغير ده مش متجوز، وفضل يسألني عليها كتير قوي اليوم ده، وانا اتضايقت جدا. وبعدين لقيته كل شوية بيجي لي شغل بحجة اي موضوع علشان بس يجي يشوفها. وبعدها بفترة، بعدها بكام شهر، لقيته بيقول لي انا عاوز تقدم لها. طبعا اتضايقت جدا وقلت له هو انت تعرفها؟ قال لي ايوه، انا بقالي كتير قوي بنزل معاها وخدت رقمها، وانا ولا عارف حاجة ولا كأني موجود. طبعا انا اتضايقت جدا من جوايا، بس ما قدرتش اتكلم ولا حتى اوضح له. وحسيت ان هو هياخد حاجة كنت حاسس انها بتاعتي علشان مشاعري انا مخبيها جوايا. واخويا تقدم لها، ومفيش فترة صغيرة واتجوزوا. وبقت زميلتي في الشغل اللي كانت حبيبتي بيني وبين نفسي مرات اخويا. وكانت كل فترة بتيجي عليا كده مشاعر واقول عيب اللي انا بفكر فيه ده، دلوقتي هي مرات اخوك. وعاشوا حياة جميلة جدا وخلفوا ولد جميل. وبعدها بسنتين للأسف الشديد اخويا عمل حادثة وتوفى فيها. واحنا كنا عايشين في بيت عيلة، انا واخويا كان فوقيا الله يرحمه. وطبعا اول ما توفى حسيت ان الدنيا كلها بقت سودة وما كنتش عاوز اعيش. والبيت كله كان كئيب جدا وكله كان حزين على وفاة اخويا. وبعد وفاة اخويا بقت تروح معايا وتروح معايا الشغل، لاني قبل وفاة اخويا كان هو اللي بيوصلها. وبقينا دايما مع بعض، واعجابي بتاع زمان رجع تاني. وده كان ملحوظ جدا وهي كانت ملاحظة. وكنت بلاحظ ان كل اللي في الشغل عينه عليها، طبعا لانها ارملة وصغيرة وجميلة. ليه ما يبقاش الكل عينه عليها وكله نفسه فيها ولا عاوز يتجوزها؟ وانا كنت بقف لاي حد يفكر يعرض اي خدمة عليها. وهي لما لاحظت ده حسيت انها بتبادلني نفس الشعور، والموضوع اختلف تماما. ومراتي حست وغارت جدا، وكانت بتعمل معايا مشاكل على كل كبيرة وصغيرة. وكنت كل لما اطلع اطمن عليها في الشقة بتاعتها، عليها وهي وابنها، كانت كل مرة تعمل معايا مشكلة. وطبعا ده كان حقها، لان انا فعلا كنت حاسس بمشاعر من ناحيتها. ومراتي مش جميلة قدها ومش صغيرة زيها، وكل حاجة كانت فعلا تستحق ان هي تغير. وحسيت ان انا مش قادر اعيش من غير مرات اخويا. وقعدت سنة على وفاة اخويا، وفتحت مرات اخويا ان انا اتجوزها وهي وافت. وكان فاضل ان انا اقنع مراتي، وده طبعا كانت مهمة صعبة جدا.
ولما فتحتها بعد سنة في الموضوع وقعدت اقنعها، طبعا هي كانت رافضة رفض تام، وحاولت اقنعها، قلت لها بدل ما يجي راجل غريب ويربي ابن اخويا، وانا مش عاوز ادخل راجل غريب علينا. وقعدت اتحجج بالمواضيع دي كلها، بس طبعا هي كانت عارفاني كويس جدا، وكانت شايفة اللمعة في عينيا وان انا بحبها جدا، لدرجة ان هي اتخانقت معايا كتير، وفي الاخر بعد محايلة مني استسلمت للامر الواقع ووافقت، واتجوزت مرات اخويا، وكنت اسعد انسان في الدنيا، وعشت معاها فترة انا عمري ما هنساها في حياتي ابدا. وكنت دايما بعدل ما بينهم، وكان نص الوقت لمراتي الاولى والنص التاني لمراتي التانية. ومش قادرة اقول لكم واحكي لكم عن المشاكل اللي كانت بتحصل ما بينهم، وهما الاتنين كانوا بيتخانقوا عليا، وده كان شيء مفرحني جدا. كانت كل واحدة بتغير عليا جدا، وكانت كل واحدة بتحاول تخليني اسعد انسان في الدنيا. لحد ما جاي يوم ومرات اخويا قالت لي حاجة محدش يصدقها خالص، وانا اتصدمت جدا اول ما سمعتها. قالت لي اخوك الله يرحمه كان على علاقة بمراتك، وكان بيروح لها الشقة في غيابك وانت مش موجود. قلت لها هو انتي بتهزري ولا انتي بتقولي كده بس علشان يحصل مشكلة بيني وبينها؟ انتي اتجننتي؟ ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ واتعصبت جدا، وقالت لي انا معايا الدليل، وطلعت فعلا تليفون اخويا الله يرحمه، وكان في شات بينه وبين مراتي، وكان في حاجات ما بينهم هو كان محتفظ بيها وما كانش بيمسحها، وكل الحاجات دي كانت بتقول ان هما فعلا كانوا على علاقة ببعض، وان هما كانوا بيحبوا بعض. وكنت يوميها زي المجنون، ونزلت واجهت مراتي وقلت لها هو ده فعلا حقيقي؟ لقيتها اتعصبت جدا وقالت لي ايه اللي انت بتفكر فيه ده؟ انت معقول تفكر فيها كده واخوك الله يرحمه كده؟ اخوك ده كان زينة الشباب، ده كان اخويا الصغير، انت ازاي تفكر كده؟ اكيد مراته هي اللي قالت لك كده عشان توقع بيني وبينك. وبصراحة لقيت كلامها منطقي جدا، وان هما فعلا ما كانش فيها بينهم حاجة. وهديت وحاولت اصدقها، لاني ما كنتش قادرة اتخيل اخويا الله يرحمه مع مراتي، والتفكير ده كله غلط ما كانش داخل دماغي. لحد ما طلعت لمراتي مرات اخويا تاني، مراتي التانية، وبرضه قعدت تزن عليا وقعدت تقنعني، لغاية ما فعلا في يوم اقتنعت 100% وطلقت مراتي الاولى بسبب الموضوع ده. وده طبعا بعد ما حصلت مشاكل كتير قوي بيني وبينها، وخدت الهدوم وخدت العيال وراحت بيت اهلها. وبعد شهور العدة سمعت ان هي هتتجوز ابن عمها، وما تأثرتش خالص ولا زعلت. لكن في يوم بالصدفة روحت بدري ولقيت مراتي بتتكلم في التليفون، وكانت واخدة راحتها وما كانتش عارفة ان انا رجعت، ولقيتها بتكلم صاحبتها وبتشكرها وبتقولها شكرا على الخطة اللي انا عملتها علشان اطلق مراتي الاولى، وان الخطة نجحت. وانا طبعا كنت في حالة صدمة، وكنت فرحان قوي ان اخويا الله يرحمه ما عملش حاجة مع مراتي، وما كانش بينهم اي علاقة. وكنت حزين جدا في نفس الوقت ان انا طلقت مراتي وظلمتها. وعملت مشكلة مع أرملة اخويا، مشكلة كبيرة جدا، وقلت لها انت ازاي تعملي كده؟ وعيطت وقالت لي انا بحبك ومش عايزة غيرك في حياتي ومش عايزة غيري في حياتك. وكنت بنهار كل لما كنت بتنزل لها، وعاوزاك ليك لوحدي، انا مش عايزة حد يشاركني فيك. وانا حسيت بالذنب جدا، ورحت لمراتي الاولى علشان اصالحها وان انا ارجعها تاني، لكن هي رفضت وقالت لي انا مستعد الجواز من ابن عمي دلوقتي. وانا حاليا مش قادر اعيش مع مراتي التانية أرملة اخويا، لان هي كذبت عليا وعملت خطة علشان اطلق مراتي. ويا ترى عملت ايه تاني او كذبت عليا في ايه تاني؟ ما بقتش اثق فيها خالص، وما بقتش عارف اعمل ايه. ودي كانت حكايتنا النهاردة، حكاية محمد. يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا كل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم. واشوفكم في حكاية جديدة من حكاية مريم.